النهاردة هحكي لكم معلومة غريبة شوية ومعظم الناس ما تعرفهاش. هل تعلم إن الحمار هو اللي اكتشف أكبر مقابر القدماء المصريين؟ والله زي ما بقول لكم كده، الحمار هو اللي اكتشف مقبرة كوم شقافة، وتعتبر مقبرة كوم شقافة ديت أكبر مقبرة في التاريخ لحد دلوقتي تم اكتشافها. الحكاية بدأت سنة 1900 في اسكندرية، تحديدا في كرموز، لما كان راجل ماشي هو وحماره عادي جدا. فجأة الحمار ده وقف وقعد ينهق جامد قوي. صاحب بقى الحمار دوت بص لقى رجله مغروزة في حفرة. حاول ان هو يساعده ويطلعه من الحفرة دي لان الحمار كان بيتوجع قوي وقتها. ما عرفش يساعده وقعد فترة طويلة، وطبعا احنا كشعب عندنا فضول المساعدة دوت، الناس اتلمت وقعدوا يساعدوا الحمار دي ان هو رجله تطلع من الحفرة. وبالفعل ساعدوه بس ما مشوش، فضلوا بيبصوا كده في الحفرة لقوا حاجة غريبة. قعدوا يكملوا حفر لحد ما اكتشفوا كنز أثري حرفيا. لقوا مدخل لسرداب، ولما نزلوا تحت لقوها مليانة غرف ورسومات غريبة تخوف وتوابيت. وكانت المقبرة دي عبارة عن 3 أدوار تحت الأرض، والرسومات اللي موجودة فيها والمنحوتات اللي هي على الحوائط والحاجات دي كانت بتضم فن القدماء المصريين وفن اليونانيين وفن الرومانيين، يعني كانت مخلطة كده. وكمان كان في مكان لدفن الموتى، وكمان كان في زي صالون كده للعزاء اللي هو مكان لتوديع الموتى يعني. ودي تخيلوا حاجة من سنين قوي موجودة، اللي هو صالون العزاء اللي احنا لحد دلوقتي بنعمله. وكانت الغرف والمقبرة دي عبارة عن متاهة حرفيا، يعني انا ما انصحش حد ينزلها من غير ما يكون معاه حد فاهم قوي او عارف المقبرة دي كويس جدا. انا نزلتها مرة زمان انا وبنت عمي، يا ريت الصور دي كانت موجودة دلوقتي كنت عرضتها. الصور بجد كانت غريبة جدا، يعني من 11 12 سنة كده، من زمان قوي. الصور دي كانت غريبة شوية، احنا حسينا بطاقة غريبة جدا في المكان ده. اولا انا نفسي بيضيق من الاماكن الضيقة، يعني جالي ضيق تنفس جامد قوي تحت، حتى بعد ما شربت مية ما حسيتش ان انا برضو كويسة. يعني 3 طوابق محفورة تحت الارض، يعني دي حاجة يعني غريبة وحاجة مدهشة جدا، بس طبعا مش حاجة غريبة عن القدماء المصريين وفنهم وال... وان هم بارعين جدا في موضوع الهندسة ده. وزي ما قلت لكم ان الغرف دي عبارة عن متاهة. آه انا لما اتصورت تحت في المقبرة كان ليا صورة كنت بضحك فيها قوي. بعد ما بنت عمي صورتني ببص لقيت نفسي مكشرة. ازاي معرفش. انا شفت الصورة كده انا وبنت عمي طلعنا جرينا على السلم وخرجنا بره خالص. بس بصراحة المكان يعني تحفة فنية حقيقي. بعيدا عن رسوماتها ان هي تخوف شوية، زي تعابين بقى وحاجات من دي، بس بصراحة يعني عظمة وحاجة جميلة جميلة جميلة. أنصح الناس إن هي تروح تشوف آثار بلدنا ومنحوتاتها، وبجد إحنا تاريخنا عظيم جدا. وروحوا شوفوها يا جماعة، والله يعني مقبرة كبيرة جدا، وقاعاتها كبيرة. بس زي ما قلت لكم محدش ينزل غير لما يكون معاه حد عارف المكان ده كويس أو المقبرة دي كويس عشان ما يتوهش، لأنها عبارة عن ممرات ومداخلات في بعضها. يعني ممكن انت تسرح وتدخل جوه وما تعرفش تخرج تاني. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، ويا رب اكون فدتكم، واللي يشوف الفيديو ده يعمل لي متابعة، وما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع معلومة مع سارة.